الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. في الوقت الذي تسعى فيه الدول دائما أن توطد العلاقات أكثر وتوسعها إلى درجات لكي تشمل جميع المجالات، وخاصة تلك التي تعتني بإذن الله تبارك وتعالى بتحريك الحدود لخدمة الشعبين. تجد، نسأل الله العفو والعافية بعد سيكس بيغو، هذا الإصرار العجيب لبعض الدول العربية لكي تقطع علاقاتها وتقطع الحدود وتغلقها مع بلد مسلم مثله، وإنه لأمر عجاب. حتى ولو استثنينا وأبعدنا البعد الديني، حتى ولو استثنينا وأبعدنا البعد القومي، فإنه لا يمكن للعاقل إلا أن يتعجب العجب الأكبر في أن تظل الحالة على هذه الحالة، أو تظل الأمور على هذه الحالة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول في هذه اليوم علمنا بما وقع بالأمس في عرض المتوسط بساحل مدينة السعيدية، فهنالك حدث أليم جلل في الحدود البحرية كما في الحدود البرية، دائما يحدث هذا، خاصة وأن الدولتين المغربية والجزائرية رغم ما يفعل المغرب من أجل مد اليد لتفتح الحدود لإغاظة أعداء المسلمين، نجد أن هنالك إصرار من الجهة الأخرى على أن تظل مغلقة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ففي هذه الحدود البحرية بالأمس الأربعاء 30/8/2023 تم الإجهاز على شابين فقدا حياتهما، 28 سنة والآخر في الثلاثينات. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم يقبض على الثالث، وهو الآن في قبضة العسكر الجزائري. وأما الرابع فقد نجا وأنجاه الله تعالى لكي يروي قصته، وتروي قصته الكثير من الحاضرين الذين حضروا هذا الحدث المؤلم المؤسف المحزن. وذلك أن هؤلاء من فرنسا، مغاربة من فرنسا، جاءوا لقضاء العطلة هنا في بلدهم، وهم من بلدي، من جهتي، كلهم من بني درار تقريبا وأحفير وهذه الجهة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عائلات نعرفها تمام المعرفة، عائلة قيسي وغيرها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هؤلاء ذهبوا للتمتع بجمال البحر، فمارسوا هوايتهم المفضلة بالجيتسكي، وذهبوا إلى غاية رأس الماء، فبعد ذلك عادوا إلى السعيدية. لكن في وقت كان الليل يبدأ في إسدال ستوره على الكون، فلم يتبينوا الحدود. وأنتم تعرفون أن الحدود البحرية ليس هنالك ما يميزها، ليس هنالك أعلام، ليس هنالك ما يبرز أن هذه حدود. فبالخطأ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجل من لا يخطئ، وجدوا أنفسهم في المياه الجزائرية، وهناك وقع الحدث. لا حول ولا قوة إلا بالله. لم تعطى لهم بإذن الله تبارك وتعالى الفرصة لكي يعودوا، ولم يتبينوا ما يقال لهم من قبل أولئك الذين جاءوا لتحذيرهم. كان الأول أن يحذروا فإنهم مسلمون، هنالك بعض الآلات تصرخ فيهم وتحذرهم أنهم اخترقوا الحدود، أو على الأقل أن يبينوا لهم أنهم اخترقوا الحدود ويعينوهم على العودة إلى بلادهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، 5 رصاصات توجه إلى أحدهم فيلقى الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل مخلفا أبناء الله وزوجة. جاء 3 أيام فقط، هذا اليوم الثالث الذي قضاه في المغرب، وجاء لكي يربط جسور التواصل والتراحم مع والديه ومع عائلته، فإذا بعائلته تيتم وتثكل الأم. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
أما الثاني فأيضا يرمى بالرصاص ويموت، وجثته الآن لا زالت هنالك في الجزائر. وقد قال الأخ أنهم لم يستطيعوا الحصول عليه ولا أن يتسلموه، وهذا أيضا من المعاناة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما الثالث فهو هنالك ينتظر